السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط، هنعمل مع بعض طريقة عمل هريسة الشطة من الفلفل الرومي الاخضر والفلفل الشطة الاحمر. يلا نشوف الفيديو مع بعض. بس اللي دخل الفيديو يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ده كده مقادير الفلفل اللي معانا اللي هنعمل منه هريسة الشطة النهاردة. معايا فلفل رومي اخضر بالشكل ده، ممكن تعملوه اخضر او احمر عشان يبقى بارد. لو انتوا عندك ولاد صغيرة يبقى بارد عليهم. ودي هريسة الشطة الحراقة، بتستخدم في حاجات كتير، او بتستخدمها في تتبيلات الفراخ واللحوم والاسماك، وسلطات السي فود والجمبري. والتاني ده بقى بتعمليه مع البتنجان، مع مع سلطات بابا غنوج. ما بنستغناش عنه في المطبخ بتاعنا. والايام دي الفلفل طبعا الاحمر ده الشطه ده رخيص مش غالي. الكيلو منه ب20 جنيه، وفي منه ب15 برضو، مش كل الاحجام منه. والتاني ده ب20. اعمليه بقى كميات في تلاجتك كده، هينفعك في رمضان. هعمل كده هرسة الفلفل الاحمر الاول. بس لازم نلبس حاجه في ايدينا كلافز